عايزه ازاي تعرفي النهارده ازاي نوفر نص الميزانيه. انا جبت لكم الميزانيه النهارده على ارض الواقع. جبت لكم مشتريات حلوه جدا يا بنات النهارده تستفادي منها، وعايزه كمان اقول لكم على الاسعار، وكمان تكتبي لي الاسعار في الكومنتات، يعني الاسعار عندي غاليه ولا لا، وتكتبي لي كمان انت بتتابعيني منين. يا اهلا وسهلا، ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. مع قناه كوبايه شاي مع سمر. بصوا يا بنات بقى، النهارده انا رحت السوبر ماركت. تمام. السوبر ماركت ده احنا بنركب مواصله لحد السوق. تمام. فبعدين ايه يا بنات، جبت شويه حاجات بقى اللي هو الخزين بتاع البيت وخزين المطبخ، وجبت شويه حاجات كده ايه حابه اوريها لكم. فتعالوا معايا نشوف بقى انا النهارده جبت ايه. بس بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. انا هوري لكم كيس كده الحاجات اللي انا جايباها، وفي بقى النهارده مفاجآت. يعني بصوا، ادي اول كيس اهو. هطلع كل الحاجه اللي فيه مع بعض. طب الحاجه دي يا محمد هتقضيكي ايه؟ هقول لك هتقضيني شهر ان شاء الله باذن الله. ادعوا لي بس دعوه حلوه كده منكم، من ربنا يشفيني كده ان شاء الله، نعمل معاكم فيديوهات حلوه قوي. بصوا بقى، اول حاجه هوريكم الخزين. طيب اول حاجه يا بنات عندنا ايه؟ المكرونه. تمام. انا عايزه بس اجيب الفاتوره. تمام، عايزه اجيب الفاتوره بس مش عارفه في انهي كيس، فاحنا هنقول على الاسعار في الاخر. جبت من ده كام كيس يا ام محمد؟ هقول لك اهو. ده الكيس ده كيلو. انا بحب المكرونه الاقلام، ممكن نعملها مكرونه بشاميل، كمان ممكن نعملها اللهم صل على سيدنا محمد، ممكن نعملها باللحمه المفرومه، كذا طريقه يعني. الكيس ده انا بعمله على مرتين. تمام. بص بقى، جبت كمان الكيس الصغير ده، نفس الماركه. عارفين يا بنات الكيس ده بكام؟ ب 11 جنيه. ده اللي انا فاكراه، يعني الكيس ده ب 11 جنيه. جبنا كمان لسان العصفور اهو. يبقى انا جايبه ده لسان العصفور، بحتاجه كتير قوي يا بنات. بعد المكرونه جبنا ايه؟ جبنا الرز. انا كنت بجيب رز سايب، لقيت الرز ده عليه عرض، هو كيلو. لقيته هو الكيس عامل 25 جنيه. 25 جنيه الكيس يا بنات. ده رز مكه اهو، نضيف جدا، يعني تاخديه على الحله على طول. مش قصدي ان انت مش هتغسليه، لا اغسليه وكل حاجه، بس مش هتنقيه يعني التنقيه اللي فيها حصو وكده، لا. بصوا، حبايه نضيفه جدا وحبايه من العريضه. الكيس ده انا ممكن اعمله على مرتين. انا جايبه 7 اكياس، بس في كيس منهم مقطوع. انا جايبه 7 اكياس. تمام. والمكرونه اللي انتوا شايفينها دول بتوع الشهر، دول كده هيمشوني ان شاء الله 30 يوم. في ايام احنا ما بناكلش فيها عيش، يعني الغدا لا رز لا مكرونه، بصوا، احنا عايزين بس ادور على عشان تعرفوا ان هو مش 900 جرام، هو كيلو مكتوب عليه، يعني مكتوب عليه كيلو اهو. رز مصري فاخر. يبقى انا كده عندي الرز وكمان المكرونه. تمام. ان شاء الله اكمل لكم بقى بقيه الحاجه اللي انا جايباها. يا بنات بقى، دي المفاجاه بتاعت الفيديو. ده دقيق الحبه الكامله اهو، مكتوب عليه دقيق الحبه الكامله دايت. ده انا جايباه عشان تعبانه، فادعوا لي في الكومنتات ربنا يشفيني ويشفي ابني. فان شاء الله باذن الله ده انا هعمل منه، هشوف طريقته على النت وهعملها، لان انا اول مره اجيبها، كنت على طول بستعمل الدقيق الابيض. طيب سعره كام يا محمد؟ ده عامل 25 جنيه، كان عليه عرض برضه اهو. كيلو اهو مبرشم، كان هناك فرط، بس انا حبيت اجيب الكيلو المبرشم ده عشان بيبقى كيلو. وان شاء الله اما اجي افتحه، تمام، واعمله، لو انتوا عايزيني افتحه واعمله معاكم ابقى افتحه واعمله معاكم. يبقى ده الدقيق جبنا 100 جنيه، 4 اكياس اهو، دول 4 اكياس، يبقى الدقيق والرز والمكرونه. شوفوا معايا كده اهو، دقيق ورز ومكرونه. طب انت مش هتستعملي دقيق ابيض؟ لو احتجتي كيلو ولا حاجه ابقى اجيب. بس انا كده ايه، الدقيق ده انا كنت رايحه مخصوص عشان بيقول ان هو بيشبع وحلو قوي في الدايت، يعني اللي عايزه تعمل دايت هو حلو قوي يا بنات اهو. بصوا شكله يعني دقيق، يعني ماركه نظيفه برده. شوفوا انا يعني لقيته فجبته، كانوا عاملين عليه عرض، يبقى هو ده الدقيق. طيب السكر بقى، بصوا ادي السكر اهو. تمام. ده السكر الكيس من ده عامل 25 جنيه. جبت منه 2 لان انا عندي 4 جوه من السكر بتاع التموين، فدول في الكيسين دول ان شاء الله هيقضوني الشهر، اللي هو السكر ده ان شاء الله. كيسين اهو، كيس التاني اهو. بصوا انا عندي سكر. طب جبت سكر تاني ليه يا ام محمد؟ عشان اللي عندي جوه سكر اسمر، فده بصوا سكر ابيض خالص ونضيف. يعني كل ما بلاقيه صراحه الشركه ديت بجيب منه، يعني كل ما بلاقي الشركه دي بقوم جايبه منها مثلا كيسين 3 4، ممكن اخليهم للشهر الجاي. بس دول حلوين، يعني النوع ده حلو قوي، حلو يعني. تمام. وكمان كان العيال عايزين كيكه،
والكيكه ايه, عايزه سكر ابيض. تمام. هوريكم بقى ايه الزيت. احنا جبنا زيت اهو، استنى، ده زيت اسمه زيت الواحه، جبت منه ازازتين، هو ما شاء الله نقي وحلو كده وشكله حلو، فاللي جربته تقول لي عليه لان انا اول مره اجيبه. اه جبت كام ازازه؟ جبت ازازتين، جبت ازازتين زيت، ازازتين، الواحده عامله 74 جنيه، الواحده عامله 74. يبقى الرز 25، الدقيق 25، السكر 25، وانتوا عارفين بقى اسعار المكرونه، الكيس الكبير 25، الكيس الكبير من المكرونه 25. جبت ايه تاني يا محمد؟ جبت رز بسمتي كان عليه عرض، الكيلو عامل 44، جبت نصين، جبت نصين، جبت منه نصين، بصوا لو حتى مكتوب عليها دول نصين، نص ونص، عشان انا بجيبه من هنا من عندي ب60، فقلت لا انا هجيب كيلو، بعمله مرتين في الشهر على كبسه، بنحبه قوي كبسه باللحمه بقى بالفراخ، اسهل طبخه صراحه الكبسه دي، الكبسه ديت اسهل طبخ. جبنا ايه تاني؟ جبنا لوبيا، لوبيا اهي، ده كيلو، عامل كام الكيلو محمد؟ عامل اللهم صل على سيدنا محمد، وكان عليه عارض ده حوالي 50 جنيه. ببلها واغليها غلوتين، وبعدين نعملها على كاس. شفت الطماطم كده ما بتفرزيها، انا برضو بفرزها في الفريزر. ساعه ما اجي اطبخ ما باخدش وقت في المطبخ ولا بقف في المطبخ كتير، ساعه ما اجي اطبخ اقوم شاده كيس لوبيا وسط الاسبوع، مش كل يوم على فكره، يعني بتعمل معايا اكتر من 5 6 طبخات ما شاء الله الكيلو ده. ساعه ما بتنقعيه نقعيه قبل ما تنامي، والصبح ايه قومي اغليه غلوتين كده وايه وصفيه واشطفيه. وعلى فكره هي مش هتتنقع ولا اي حاجه، شايفينها اهي، يعني البني دي مثلا حبايه البني دي اللي هشيلها، بس هي نضيفه والله العظيم اهي زي ما انتم شايفين. ادي اللوبيا كمان اهي، بصوا يا بنات، دي الحاجه بتاعه الشهر، اللهم بارك يعني. انا كل شهر بعمل كده، بجيب حاجتي بالشهر، حتى الصابون والملح والحاجات دي بجيبها بالشهر. تمام. طيب جبت ايه تاني يا ام محمد؟ هقول لك جبنا ايه كمان في العرض. جبنا 6 كمان دريم، ده كان عامل 35 جنيه، حلو يا بنات. بصوا بقى المفاجاه يعني اللي انا بحبه وما استغناش عنه، هقول لكم عليه اهو. بصوا يا بنات، خليكم معايا، ولو وصلت معايا في الفيديو لحد دلوقتي حطي لايك واشتراك في القناه. صلصه، الصلصه ديت عامله حوالي 35 جنيه. دي بصي لو ما عندكيش طماطم خالص هتطبخي بيها، انا ساعات بعمل مكرونه بصلصه من غير طماطم بتطلع تحفه، وبالذات العلبه الصفيح دي كمان على الازاز، جربيها، الصلصه بتاعتها تقيله جدا وحلوه قوي يا بنات، بقالي كام سنه بستعملها. بصي يا بنات، بتفتحيها وتحطها في الفريزر وتطلعي منها من الفريزر، مش بتبصي ولا اي حاجه، الفريزر مش زي التلاجة، الفريزر مش زي التلاجة. هقول لكم في الاخر برضه انا جبت الحاجات دي كلها بكام. تمام. بصوا يا بنات، الريتش وقع على القناه قوي، ان انا وقفت القناه شويه ما كنتش بنزل عليها، فاليوتيوب وقف لي الريتش على القناه، فلو سمحتي اللايك بالله عليكي، حط لايك واشتركي في القناه، وعايزاكي كده تسمعي من الفيديو كتير، عايزاكي كده لو خدتي فكره واحده من الحاجات اللي احنا جايبينها دي. على فكره انا كنت كاتبه ورقه واخداها معايا في الشنطه بس ما طلعتهاش، بس انا بصيت فيها قبل ما امشي، فده اللي ساعدني ان انا اجيب الحاجات دي. كان في كمان عروض على اللحمه، بس احنا ما جبناش العروض اللي على اللحمه وكده، يعني كان في النهارده، كانت اللحمه النهارده المفرومه عامله حوالي 250 260 جنيه، والباقي المنظفات كان عامل 2 كيلو، عامل كام؟ 126 100 حاجه زي كده مش فاكره. بصوا يا جماعه، الصلصه ديت انا بعمل بيها والله العظيم، بعمل بيها مكرونه بتبقى تحفه، ممكن تقعد معاكي شهر وشهرين وشهر ونص كمان، بس ما تحطهاش في التلاجة، حطها في الفريزر على طول. بصوا بقى ايه كمان جبنا حاجات هنحتاجها ان شاء الله، عشان عايزه اعمل كيكه للولاد وكده. بصوا ده بيكنج باودر كيك شيف، ودي خميره، الكيس ب5 جنيه من الخميره، هو قال لي كده، بس البيكنج باودر انا مش فاكره هو بكام. جبنا ب20 جنيه كاكاو اهو، كاكاو خام اسباني، دول ب20 جنيه. بصراحه في السوبر ماركت ده التوابل عندهم حلوه قوي. بصوا انا جايبه 3 اكياس خميره 3، وجايبت ايه جلاش اهو، الجلاش ده حلو جدا يا بنات. الجلاش ده كان عامل 11 جنيه، ماشي. طبعا العيال كانوا معايا فقالوا عايزين مقرمشات، دول ب15 جنيه، ما قلت له لا ما تجيب لهمش حراق، فجاب لهم بالكاتشب. تمام، جاب لهم بالكاتشب. استنوا بس، كان فينا اهو التونه اهي، التونه دي يا بنات عامله 25 جنيه، مش حاره بارده اهي، يعني العشاء ولا حاجه، انا جايبه 2 على فكره. وجبنا كمان كمون لان الكمون خلص من عندي،
اهو. بصوا يا بنات، دول بكام؟ دول ب20 جنيه ما شاء الله. بحط عليهم شويه ملح، ريحته تحفه، جايبه اصلا يعني ماليه الشقه وهو لسه في الكيس اهو زي ما انتم شايفينه كده. ايه تاني جبنا؟ ايه تاني؟ استنى، علبه تونه كمان اهي. يبقى كده جبنا 2 تونه. تمام. والولا احنا في السوبر ماركت جاب ده اهو، شوف كده، مشروب يعني هما بيحبوه. انا بدور لكم على في الاكياس انا جايبه ايه. بصوا بقى، جبنا الصابونه دي، انا بجيبها من هنا من جنبي، بتبقى عامله 17 جنيه. انا جايباها في العرض النهارده عامله 14 جنيه او 14 وي. حلوه صراحه، انضف صابونه انا استعملتها. طيب جبت ايه تاني يا ام محمد؟ جبنا الصابون ده اهو، شوفوا دول 5 ب39 جنيه يا بنات. تحفه وريحته تحفه، وبتقعد معاكي ما بتبشننش ولا اي حاجه على الحوض. ممكن تستعمليها كمان. عارفين انا بستعمل الصابون ده في ايه؟ في تلميع الالومنيا. هتستغربوا بس والله بستعملها في تلميع الالومنيا، ترجع لك الالومنيا جديد. بصوا يا بنات اهي، في منها بقى بالروايح بالليمون دي ريحه الورد، وريحتها حلوه جدا على فكره. الواحد يعني عاده بنستهلك صابون في الصيف اكتر من الشتاء عشان بناخد شاور كتير وكده. يبقى النهارده دي الحاجات اللي انا جبتها معاكم كلها عامله 1006 جنيه. 1006 جنيه. فحتى الفاتوره تلاقوا كده في الاخر مكتوب 1006 جنيه. بصوا يا بنات اهو الفاتوره اهي. فين 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 اهو. 1006 جنيه. كل الحاجات اللي انتوا شايفينها ديت ب1006 جنيه. انت ممكن تجيبي نص الحاجه دي، ممكن تجيبي ربعها، ممكن تشتري بالاسبوع، بس انا الحاجه ديت هتوفر عليا نزول كل يوم وكده. ان شاء الله باذن الله هنبقى نعمل الميزانيه بتاعه الخضار اول ما نجيب الخضار، وطبعا الميزانيه بتاعه الفراخ اول ما اجيب الفراخ طبعا واقطعها وافرجك معايا. انتوا اغلى اخوات عندي في الدنيا، بحبكم جدا جدا، وبحب انزل لكم فيديوهات على طول على طول. فما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وعمل لايك وشير للفيديو. اشوفكم في فيديو جديد. ادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم ولكم بالمثل. باي باي.